بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بيكم حبايبي في قناتكم اطبخ ودبر وفر مع بناتي. كل لحظه يا رب وانتم بخير، كل سنه وانتم طيبين يا جماعه. ان شاء الله بدانا طبعا التوقيت الشتوي بتاعنا باذن الرحمن يا رب. ربنا يا رب كده يجيب علينا الشتاء ويجيب علينا الخير ويجيب علينا الفصل الشتاء والايام اللي جايه كلها يا رب تكون احسن من اللي فاتت. طبعا قبل ما ابدا معاكم الفيديو النهارده واقول لكم انا هعمل ايه، بشكركم قوي، بحب اشكركم فعلا كلكم، ربنا يبارك لي فيكم وما يحرمني منكم ابدا. شكرا لكل التعليقات الحلوه اللي جاياني. بصراحه انا عجز اللسان عن اني ارد حتى واتكلم، يعني عجزت والله عن اني ارد عليكم بكلمات حلوه زي اللي انتوا قايلينها لي يا جماعه. ربنا يستركم ويحفظكم، لدرجه ان انا بقول ده لا، ده الصمت فعلا هو اكبر دليل على الرد، لاني عجزت قدام الرد على ان ارد على تعليقاتكم الحلوه. الله يكرمكم يا رب، والكلام بتاعكم الجميل الله يستركم. الهي ربنا يسعدكم يا رب بحق جاه النبي، ويكبر بخاطركم كده زي ما فعلا ما بتكبروا بخاطرنا جميعا يا رب. النهارده باذن الرحمن طبعا اول منيو بقى يا جماعه، او اول لا مش منيو، اول الميزانيه بتاعتنا الاسبوعيه باذن الرحمن. انا قسمت معاكم الميزانيه بتاعت الشهريه، قلت لكم هتتقسم على الاسبوع، على كل اسبوع يعني على 4 اسابيع. فالنهارده باذن الرحمن بدات باول اسبوع، وان شاء الله هيبقى على خير وهتنجح باذن الرحمن. هقول لكم اول اساسيات يا جماعه الميزانيه الاسبوعيه اللي تبقى معانا. طبعا ده الاسبوعيه والشهريه وكل حاجه، بس اول حاجه خالص هي اللهم ارحمك يا امي يا رب واجعلها في الجنه ونعمها هي وامواتنا واموات المسلمين. كانت ماما دايما يا جماعه تقول لي ايه، لو انا عنده رز، لو عنده رز في البيت وعندي عيش ما بقاش جعانه خلاص، وابقى عندي الخير كله. فالحمد لله رب العالمين. طبعا كان زمان ما مش العيش بقى اللي بنجيبه الوقت من الفران ولا حاجه، لا يعني تقصد ان كان يبقى عندها رز وعندها دقيق. ليه تقول لي خلاص ان انا عندي الرز هطبخ واكل، عندي الدقيق هقوم اخبزه على طول. فالحمد لله رب العالمين. احنا النهارده بقى الحمد لله عندنا العيش في اللي بنشتريه طبعا من الفران، تبع التموين او تبع الجمعيه خلاص، او اسمه الفيزا يعني بتاعت المجمعات دي. طيب خلاص ما فيش مشكله دي. طيب عندنا الحمد لله الرز يا جماعه، ادام عندنا الرز اللهم لك الحمد والشكر يا رب. الخير كله موجود باذن الرحمن يا رب. احنا بس نرضى ونقول يا رب، وهو والله مقسم الارزاق وهيدلنا، ما يسيبش حد ابدا ولا بينسى عبيده يا جماعه. فالنهارده باذن الرحمن هقول لكم انا جبت ايه وهعمل ايه زي ما قلت لكم. هنزل معاكم الميزانيه بتاعتنا عملي. انا النهارده باذن الرحمن اشتريت اول حاجه خالص النهارده ده يا جماعه كيلو عدس على بعضه. انا قايله لكم هجيب ربع كيلو عدس، فانا جبت الكيلو للشهر كله. انا النهارده كان المفروض ان انا مثلا يعني قلت في نفسي كده ايه، الحمد لله رب العالمين انا كان عندي اكل بايت من عندي، يعني هنزله برضو معاكم في المنيوهات. كان عندي اكل بايت، فقمت خلاص قلت خلاص يبقى النهارده مش هجيب اي حاجه. الفلوس بتاعتها طيب بكام؟ قلنا ان شاء الله، انا قلت لكم ميزانيتي 1000 ونص. 1000 ونص على ال4 اسابيع، يعني الاسبوع ب 375 جنيه. طيب ال 375 جنيه هقسمهم على ال7 ايام، هيبقى فيها 53 جنيه وكسور. قولوا 53 جنيه. انا خلاص انا اعتبر انني ما جبتش حاجه في اول يوم مثلا في حاجه في المنيو. فقمت قايله خلاص انا هاخد، هجيب اهم حاجه عندي الحاجات اللي انا جبتها الوقت دي يا جماعه. اهم حاجه انا قايله لكم ده على فكره كيلو رز انا جايباه من فلاحه في قلب السوق. جايباه ما شاء الله، يعني رز فلاحي، رز فلاحي من اللي بيزيد يا جماعه ما شاء الله. يعني الكيلو ده اللهم صل على جمال النبي، بمجرد ما بغسل انا عن نفسي بحط كوبايه رز بس، مش بعمل اكتر من كده الحمد لله رب العالمين. ولو بعز انا بالنسبه لي يعني اكتر اكل عيش. فالمهم انا بحط كوبايه، بحط كوبايتين، يعني حسب بقى طبعا العيال موجودين عندي مين اللي في اليوم ده. فالمهم انا بقول لكم بغسل الرز واسيبه في ميه شويه. اما بنقعه كده الرزايه بتزيد، بتشرب ميه وبتزيد، فما شاء الله لان مجرباها وعارفه. طيب فانا بقول لكم الحمد لله رب العالمين الكيلو ب 25 جنيه. طيب جبت العدس بقى، طبعا كل سنه وانتم طيبين، احنا دخلنا على فصل الشتاء، وخلي بالكم لازم يكون العدس فعلا موجود، علشان ده يعني اقرب حاجه خالص لنا. فالعدس خلاص موجود. انا جبت الكيلو برضو عشان قلت لكم ما صرفتش اول يوم في ايه، في الاسبوع. فما صرف قلت خلاص انا اول حاجه خالص هجيب كيلو العدس. انا جبت العدس الكيلو ده يا جماعه ما جبتش من ابو 60 جنيه، انا جبت من ابو 50. وجبت فول مدشوش. الفول المدشوش ده انا جايبه كيلو برضه، بس الكيلو ب 35. طيب يبقى كده، مع انه على فكره ب 40، بس انا قلت له لا هات لي فول من التاني. فالمهم قال لي طب خلاص ما اعرفش والله ده بيقول لي بلدي وحاجه تانية. قلت له لا هات لي من ابو 35.
فالوقت ده ده 50 وده 35، يبقى 85. انا خلي بالكم ان انا قلت في يومين مش عايزه اعمل بهم حاجه، في يومين مش هطبخ بقى ولا هعمل ولا هكلف نفسي اللي هم ال 53 جنيه، فقلت اجيب بهم الحاجه بتاعتنا دي. فجبت العدس على بعضه خلاص اهو، وجبت الفول برضو اللي هيكفيني، بقول لكم ده لمده شهر. العدس والفول هيكفيني لمده شهر باذن الرحمن، لان انا مقسمه معاكم قايله لكم في الاسبوع ربع كيلو عدس وربع كيلو فول ما تشوش. طيب النهارده بقى اول حاجه خالص اقول لكم اعمل ايه. طبعا انا شايفين انا دمست الفول على فكره، جبت فول جبت فول فول حصى ودمسته الحمد لله رب العالمين، عملته خلاص اللهم لك الحمد والشكر يا رب، ونجدني فعلا في الغدوه بتاعتنا الحمد لله، اتنجدت منها والحمد لله. طيب النهارده بقى هعمل ايه النهارده يا جماعه؟ شايفين بقى دي، انا خلي بالكم ده ميه اهي، ده في ميه اهو، انا والله حبيت اوريكم بنفسي اهو، ما جبتش بقى خلي بالكم، جبت انا والله ده شايفين ديت مكتوب ايه على اللي هي بتاعت اسمه ايه ده، شاي تاج الملوك يا جماعه. بشيل الورقه كده وبحط بكتب بقى الحاجات اللي انا عايزاها في العلبه دي، وبعينها في الثلاجه. بعين في الثلاجه بقى ايه العدس، بعين فول، بعين لوبيا، بعين فاصوليا، بعين اي حاجه من دي، واكتب عليه فين في باب الثلاجه. باب الثلاجه ما بحطش انا حتى بحط يعني ما بحطش في ازايز ميه حتى في باب الثلاجه، بحط دايما الميه في الفريزر واحطه في الكولمن، املى بيها الكولمن وخلاص. انما باب الثلاجه مفضياه ان انا بحط فيه البرطمانات اللي هي زي دي، برطمان احط فيه البقوليات كلها، فول مدشوش، عدس، عدس بجبه، مكرونه اللي هي الاسباجيتي اسمها الصغيره بتاعت العدس بالجبه، حمص الشام، كل ده بحطه في البرطمانات اللي زي دي، انا ما برميهاش. بجيب دايما البرطمانات اللي هي بتاعت الشاي تاج الملوك، وبقوم ساعه ما بتفضى بعمل كده وعينها في الثلاجه على طول. فانا عندي شايفين شويه قد ايه، شويه صغيرين خالص والله. هفتح البتاع اهو، هفتحه كده بس هو عشان انا بايد واحده دلوقتي بشتغل بايد واحده اهو. شايفين حبه صغيرين خالص تحت اهو، والله انا قسمتهم عشان يبقوا على مرتين للاكل. فخدت من النهارده هعمل اكله جميله جميله، اللهم ارحمك يا امي يا رب، اللهم ارحمك واجعلك في الجنه ونعيمها. كانت دايما دي بتكون عارفين اكله الزنقات، اكله المستعجلين، اكله اللي ايه اللي يبقى ما عنده يعني مسعفين، اكله الدفى، اكل الدفى قوي 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 بصراحه. فشايفين انا بوريكم كده، بقول لكم الكوبايه اهي يا جماعه، الكوبايه شايفين الكوبايه دي حبه قد ايه، ربع الكوبايه رز اهو انا واخداه. وخدت كده ملوه الكوبايه ديتي فول مدشوش اهو، اللي هو فول بتاع الطعميه، وحطيته في ميه برده اهو، بلف في ميه اهو. انا قلت اوريه لكم عملي قدامكم اهو. وحبه بس نص الكوبايه خدتها عدس بجبه اهو. والنهارده والرز ده يبقى هو ده النهارده اكلتنا باذن الرحمن. هتعمل لي حله كبيره قوي قوي ان شاء الله، هعملها باذن الرحمن، وانا في المنيو هوريكم طبختها ايه وشكلها ايه باذن الرحمن يا رب. يبقى ده يوم وممكن يعمل يومين مع بعض على فكره كمان، لانها بتدي حله كبيره بترمي كتير. شايفين معلقتين رز والله هم حبه ما فيش ما تذكرش، دول هيدوا يومين. يبقى اللهم لك الحمد والشكر يا رب. احنا يا جماعه بس بنسمي بالرحمن، ندعي ربنا بالبركه يا رب، صب البركه في ايدينا يا رب، ربنا هيرضينا باذن الرحمن. وانا بقول لكم انا عملي والله قدامكم اهو، ده هيكفينا حله كامله، وانا هوريكم الحله ان شاء الله ساعه ما اخلص الاكل باذن الرحمن يا رب، هوريها لكم ان شاء الله وانا بعمل المنيو معاكم. طيب هعين بقى باذن الله بقيه البقوليات بتاعتنا ديت بقى. العدس البرطمان بحاله اهو، برطمان العدس اهوت هعينه، وعين الفول هحطه كده برده في بتاع تاج الملوك، وعينه في الثلاجه. والمهم ان انا بس حبيت اوريكم بقى المشتريات بتاعتي. وطبعا الرز انا بقول لكم جايباه من الست ب 25 جنيه. طيب وايه كمان، والمكرونه يا جماعه كيلو مكرونه اهوت ما شاء الله، الكيلو ب 20 جنيه. لسه ناقص طبعا الشعريه النهارده ما لقيتهاش. والمهم وانا بشتري جبت المكرونه بس خلاص كفايتي، والشعريه طبعا ما جبتهاش، بس انا ما استغناش عن الشعريه خالص، لان الشعريه طبعا بتزود لي في الرز، وبتخليني خلاص يعني عارفين لو انا بحط كوبايه واحده رز وبحط عليها نصها شعريه، يا صلاه النبي بتعمل لي حله كبيره الحمد لله رب العالمين. فالمهم انا بقول لكم ما هستغناش عنه، بس ان شاء الله باذن الله لو الراجل ما جابش ان شاء الله على اخر النهار كده، هروح اجيب التموين باذن الله، واجيب الشعريه معايا ان شاء الله من التموين باذن الرحمن يا رب. طيب يبقى النهارده انا بقول لكم دي اول حاجه، ودي اساسيات المنيو بتاع الاسبوع بتاعي باذن الرحمن يا رب، والميزانيه بتاعتي دي اول اساسيات الميزانيه بتاعتي ديتي باذن الرحمن. طبعا انا كنت نازله شاريه في المشتريات بتاعتنا، شاريه بطاطس، شاريه طماطم، شاريه بتنجان،
شاريه فلفل، كل الحاجات دي الحمد لله رب العالمين هتساعد في منيو الاسبوع كله باذن الله يا رب. وان شاء الله في نهايه الاسبوع كده هننزل لكم المنيو بتاع الجديد، او المنيو بتاع الميزانيه الجديده بتاعه الشهر ال 11 ده ان شاء الله ننزلها لكم على خير ان شاء الله. اولها باذن الرحمن احنا طبعا عملنا، بقول لكم الاكله بتاعه النهارده اهي، انا هقوم اعملها ان شاء الله الوقت باذن الرحمن يا رب، هتبقى عملي. بقول لكم دي الاكله بتاع النهارده، بقول لكم متكلفه، شوفوا رز قد ايه، وبقول لكم اكله الشتوى بقى، الشتوي اكله شتويه حلوه قوي قوي بصراحه، بتدفي وجميله وكلنا بنحبها الحمد لله رب العالمين يا رب، بالهنا والعافيه. ان شاء الله بقى نتقابل باذن الرحمن يا رب بكره على خير، على خير باذن الله. وبرضه هفنط ان شاء الله معاكم الميزانيه بتاعتنا بقيتها، وان شاء الله هقول لكم المنيو بتاع الاسبوع كله ان شاء الله هيبقى ايه بالظبط، وهقدر اقسم ال 375 جنيه دول ان شاء الله اقسمهم ازاي يا رب على خير باذن الرحمن. اقابلكم بكره في يوم جديد كله خير وبركه وتوفيق يا رب، اقابلكم دايما على خير. سلام عليكم.